ازاي تعرف لو هي بتحبك؟ الموضوع مش دايما بيكون واضح، وكل واحد فينا ممكن يكون عنده تساؤلات حوالين تصرفات البنت اللي خاطبها او حتى اتجوز بس ما بقاش متأكد من حبها دي. يعني مش ما حدش بيشتري المشاعر دي، هي بتبقى رغبة فيك وخلاص. النهارده هنشوف مع بعض، لا مع بعض العلامات اللي لو لاحظتها يبقى مازال بتحبك او معجبة بيك. خليني اقول لك قبل ما نبدأ، مفيش قاعدة ثابتة تقدر تقول بيها ان هي بتحبك. كل شخص ليه طريقته الخاصة بالتعبير عن مشاعره، وفي حاجات كتير ممكن تأثر على سلوكها، لكن في علامات واضحة لو شفتها ممكن تدلك على الطريق الصح. وملاحظة كده، البنت ولا هي عندها رغبة فيك مش هتعرف تخفيها، خفتها مرة مش هتعرف تخفيها التانية التالتة الرابعة. أول علامة نتكلم عنها هي بتهتم بكل تفصيلة من التفاصيل بتاعتك. لو هي بدأت تلاحظ حاجات صغيرة عنك زي لونك المفضل أو أكلك المفضل أو حتى الحاجات اللي بتحب تعملها في وقت فراغك، تقرا كتاب مثلا أو تذكر الله، أي حاجة. كلامك اللي بيجي مثلا في نص الكلام عن حاجة انت بتحبها وهي خد بالها منها، ده بيبقى مؤشر مهم ان هي حاجة دي معجبة بيك. لما يكون في شخص بيحبك بيهتم بكل تفصيلة تخصك، ممكن تبقى حاجة بسيطة زي انك تعمل حركة معينة، مثلا انت بتتكلم بتمشي كتير بقت نسخة منك، او ممكن تلاحظ انها فاكرة حاجة انت قلتها من زمان. وفي اوقات هي مش بتكون فاضلة تتابع كل تفصيلك كل يوم، بس لو بدأت تركز في التفاصيل دي بشكل مستمر، ده معناه انها بتقدرك وبتلاحظك في كل حاجة. لو انت حبيت مسلسل او فيلم معين وقلت لها عليها، هتلاقيها بعد فترة هتلاقي انها شافت المسلسل او الفيلم او الاغنية اللي هي سمعتها، او الشيخ القارئ مثلا شاي العفاسي بدأت تسمعه زي ما انت بتسمعه، وهتم تلاقي ماشي على ذوقك. هي هتلاقيها زيك بتعمل كل حاجة زيك. العلامة التانية هي انها تتواصل معاك بشكل مستمر، تقرفك. لو هي بتحاول دايما تتواصل معاك بقى، سواء في المكالمات او الرسايل او حتى في المواقف اليومية، ولا انتوا في الشغل مع بعض او اي حاجة، ده ممكن يكون علامة انها عندها مشاعر اقوى من انكم مجرد اتنين مخطوبين مثلا. مش بقى، انا مش بعلمك ازاي تشط، انا بعلمك بس ازاي تعرف اللي هي بتحبك غض ما تعملهاش. انا مش بقولك ازاي تروح تعرف على البنت، هي ناقصة ذنوب. يعني لو هي دايما بتبعتلك رسائل الصبح او تسأل عن يومك كان ازاي، او حصل حاجه قلت لها حصل كذا، وقلت لك بقى التفاصيل، تخش في التفاصيل الموضوع، تخش الموضوع تاني، تخش في تفاصيل تاني وملل وكده. او لما تبقى اول واحده بتتصل بيك لما يحصل حاجه مهمه او معينه في يومها، يعني زي مثلا انت بيحصل معاك موقف مضحك، او شخص بيجي في بالك عشان تحكوله، مثلا اكيد صاحبك انتوا الاتنين مع بعض. هي كمان كده، ده اكيد يعني حب، اكيد يعني هي مش طايقاك ومش معجبه بيك، مش هتفكر فيك اصلا، مش هترد عليك. احيانا ممكن تلاحظ انها بتبعت لك رسائل الصبح وليل حتى لو مفيش حاجه محدده تقولها لك. ممكن تكون بس عايزه تطمن انك بخير، او بتفكر فيها، او عايزه ترغي معاك، ايا كان. العلامه التالتة هي التصرفات الغير معتاده. لما تحس ان في تصرفات مش زي ما كانت دايما، دي ممكن تكون علامه على مشاعر غير متوقعه. مثلا لو هي بدات تبين لك انها اكتر هزار، او متحمسه في وجودك اكتر، بتهزر كتير وكده، او بتضحك على نكتك حتى لو ما كانتش حلوه، حتى لو مش مع شخصيتها. في المواقف دي ممكن تكون بتبذل مجهود عشان تبان قدامك اكتر، يعني تعجب بيها وكده. وده مش لازم يبقى بس في الكلام، ده ممكن يكون التصرفات المش لفظيه زي الحركه والتواصل البصري. لو شفت ان انا بتلمع مثلا بقت، شفت انا القطه كده او كلب لا خلينا في القطه، شفت انا القطه كده لما تيجي تلمع لما تجيب اكل جديد، تبقى عامل زيها، او تجيب لها اكل او اي بتلعب معاها اي حاجه. او لو بدات تهتم بتوصيل شكلك او مظهرك، ده ممكن يكون دليل على ان في شيء اكبر من انكم اتنين عارفين بعض مخطوبين. تلاحظ ان هي بتحاول دايما تكون افضل علشان تلفت انتباهك، دي علامة قوية جدا. ممكن تلاحظ انها بدأت تهتم بشكلها اكتر، بدأت تحط وجه اكتر، تبقى بص انجلينا جولي قدامك، تلبس شكل حلو وتهتم بمظهرها. في اوقات معينة ممكن تلبس لبس جديد او بتحط مكياج بطريقة مختلفة او تغير في شكلها عشان بس تلفت نظرك، حتى لو كانت مش بتتوقع منك حتى انك تقول لها كلام حلو. هي ببساطة عايزة تحاول تظهر قدامك بشكل أحسن نسخة من نفسها. لو هي بدأت تتابع حاجات زي الموضة أو المكياج أو حتى رياضة عشان تحسن من شكلها، ده بيبقى علامة على إن مشاعرها تجاهك مش بس مخطوبين. أو حتى لو هي متجوزاك على فكرة، هتكون لسه عندها رغبة فيك.
عشان تبقى عارف بس. لو هي بدأت بص ما لحظة بس، البنت أهم حاجة عندها مصلحتها عشان تبقى عارف بس. لو هي بدأت تتصرف بطريقة توضح إنها مهتمة بمصلحتك قبل مصلحتها، ده برضه ممكن يكون علامة. يعني لو هي بتهتم إنك تكون في أحسن حال، أو لو هي مش بتقدر تتأخر عشان تكون معاك في وقت معين، أو بتستناك وأنت نايم حتى، أو لو عندها استعداد تضحي بشيء علشان تريحك حتى أو تساعدك. يعني تكون دايما مستعدة تتنازل عن حاجات عشان الشخص التاني. بس أكيد يعني مش أنت متنزلش أوي، يعني متبقاش سمب، سواء كان وقتها أو راحتها أو حتى حاجات تانية. الفكرة إن هي بتحاول تكون موجودة علشانك. تمام. العلامة الستة هي إنها بتحاول تبقى جزء من العيلة، ودي أهم حاجة الصراحة. لو هي بدأت تتفاعل مع أكتر مع أهلك أو وتظهر ليهم اهتمام حقيقي بيك وبيهم، ده ممكن يكون دليل على إن مشاعرك أعمق من مجرد اتنين مخطوبين. البنت اللي بتحبك مش هتخاف أو تتردد إن هي تتعرف على أهلك أصلا، بالعكس هتحاول تكون جزء من حياتك اليومية. ده بيشمل حتى حاجات زي إذا كانت بتسأل عن أسرتك، أو بتظهر اهتمام بتفصيل عن والدتك والدك أختك أيا كان، أو عن حياتك الاجتماعية بشكل عام. يعني في النهاية لو لاحظت أي علامة من العلامات دي، ممكن تكون هي فعلا بتحبك، حتى لو انتوا مخطوبين أو حتى هي متجوزاك لسه بتعمل الحاجات دي، أكيد هي لسه بتحبك. لكن زي ما قلت في البداية، مفيش شيء أكيد، وده مش معناه إنك لازم تكون متسرع في اتخاذ أي خطوة. لازم تتابع سلوكك وتشوف تصرفات على المدى البعيد عشان توصل لحكم صح، وما تسمعش الكلام اللي هي هتقولهولك. شوف أفعالها هتبقى عاملة ازاي. أهم حاجة أفعال البنت مش كلام، عشان تبقى عارف. هي ممكن تكون تنيمك في العسل أصلا، بس طريقتها حاجة تانية خالص. ركز في الأفعال. في الآخر خلي بالك من اللينكين اللي في الوصف عشان تفهم صح طبيعتهم ماشية ازاي. ولو عندك شكوك أو سؤالات قولي في الكومنتات. ومكافأة للي فضل في آخر الفيديو، أنا عامل كتاب أكتر من 170 سؤال تقدر تسألهم لخطيبتك، حتى انتوا مش عارفين تتكلموا مع بعض في ايه. تسألها عن اهتماماتها، عن علاقتها مع عائلتها عاملة ازاي، والكتاب هيوصف لك بالظبط ازاي تقول وازاي تتكلم من غير ما تبان ان هي في انترفيو او في الاسم، او حتى تكون ضغط عليها. كان الكلام يجي طبيعي في وسط تخلي السؤال يجي طبيعي في وسط الكلام. وبس كده. لو الفيديو عجبك متنساش تعمل لايك وتشارك الفيديو مع اصحابك، ويلا اشترك في القناة عشان تتابع كل جديد. اشوفك في الفيديو الجاي. سلام.